السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدأنا موسم الأجازة وبدأنا موسم العطلة الصيفية، الأجازة الكبيرة اللي بننطلق فيها وبنفرح وبنلعب وبنسافر وبنهيص وبننسى بقى خلاص، تعبنا من الكتب ومن الدروس ومن المناهج ومن كل حاجة، بنبدأ نركن كل حاجة على جنب ونبدأ بقى موسم الانطلاق. موسم الانطلاق بيطول عندنا شوية، بياخد بتاع 3-4 شهور، فبيأثر على العيال. ندخل السنة الدراسية الجديدة نلاقي العيال أبيض ميح، العيال مش عارفة ولا حاجة في أي حاجة، حتى اللي حفظ كلمة ولا اللي تأسس في أول السنة اللي فاتت السنة دي نسيها، وجاي بداية الدراسة مش فاكر ولا حاجة، ومحتاجين نبدأ من الصفر تاني. تعالي النهاردة بقى هقولك إزاي أستغل شهور الأجازة دي وأحسن مستوى ابني وأطوره واخليه بقى يدخل على السنه الجديده حاجه كده بيرفكت يعني. بس لو انتي اول مره تشوفيني، انا ام العيال ودي قناتي عليها كل اللي يهمك انت وبيتك وعيلتك، يلا اشتركي ونوريني. اول حاجه معايا بقى هنجيب ورقه وقلم، يعني ممكن انت توقفي الفيديو دلوقتي وتروحي تجيبي معايا الورقه والقلم ونشتغل نبدا عملي مع بعض. اول حاجه هتمسكي القلم وهتمسكي واحد من ولادك، واحد واحد لو انت معاكي اكتر من طفل، وهتقولي ايه كانت نقاط الضعف او القصور عنده السنه دي. هل هو كان ضعيف شويه في الانجليزي او في الرياضيات او في جدول الضرب يعني، او في اي مادة، او في التأسيس مثلا هو لسه محتاج يعرف الحروف الهجائية، محتاج يعرف AB، محتاج يعرف اي حاجة. هتبدأي تكتبي ابنك عنده قصور في نقطة ايه ومحتاج يتعالج فيها، وهنبدأ نشتغل على النقطة دي. اللي هو لو محتاج مثلا شوية دفعة كده في الانجليزي، انا هديله، سواء هديله درس هديله كورس، انا هشتغل معاه في البيت، ابدأ احسن الجزء ده، الجزء اللي عنده نقطة ضعف فيه او عنده القصور فيه. او طفل لسه مش متأسس، انا هبدأ اشتغل معاه تأسيس وهأسسه بحيث انه يدخل السنة الجديدة واحنا عالجنا القصور في الحتة دي. الخروج، بما اننا بقى في اجازه وفي صيف وهنطلع وندخل فهنخرج كتير، انا وبخرج لازم استغل الموقف. يعني هنروح مثلا نقول بص ده اسمه نهر لكن ده اسمه بحر، واقول له الفرق بين النهر والبحر ايه، اقول له بص دي اسمها سما، دي طيور، لا دي حيوانات. لازم اعرفه البيئه المحيطه بيه واوضحها له، اديله معلومات عن البيئه بحيث انه هو لو صادفها في المنهج بتاعه لما يروح يعرف اني شاف المواضيع دي على الطبيعه، فيعرف المس بتقول ايه او يعرف المدرس بتاعه بيقول ايه، وانا اوصله المعلومات بشكل غير مباشر بسبب الخروجه او بسبب الطلعه اللي احنا بنطلعها مع بعض. لما كنا في ايام الدراسة كنا بنقول مش هنقدر نحفظه قرآن عشان هو المناهج معاه تقيلة ويا دوب بيخلص الواجب بتاعه بيخلص المدرسة فما فيش وقت. حاليا بقى جاء وقت القرآن، ان ده الوقت الانسب والافضل للطفل، ان هو ما فيش اي التزامات معاه، فيبدا يحفظ قران، يبدا يحفظ السور القصيره، يبدا يحفظ بعض الايات، لازم يوميا يبقى عنده جزء من القران يحفظه. الأنشطة، مش هننسى طبعا دور الأنشطة سواء كانت جوه البيت أو بره البيت، وطبعا لو كانت بره البيت بيبقى استجابة الطفل للنشاط بشكل أفضل، لأنه مغير البيئة ومغير الجو، فهو نفسيا مهيأ أكتر إنه هو يعمل أي حاجة، فبيبقى استيعابه للنشاط أو قدرته على تنفيذ النشاط بيبقى أفضل. نجيب أنشطة سواء قص ولزق، موضوع ترفيهي، سواء تلوين، سواء رسم، سواء أي حاجة. اخلي بالي وانا بنفذ النشاط لازم يبقى في شيء تعليمي في النشاط، لازم يبقى الحروف، الاشكال الهندسية، يتعرف على اشكالهم، الالوان، يتعرف على ده لون احمر، ده لون اسود، ده لون اصفر، وهكذا. ايام الاسبوع، فصول السنة، ده صيف، ده شتاء، ده ربيع، ده خريف، لازم ادخله معلومة في النشاط، لازم بعد ما يخلص النشاط يطلع بمعلومة، لازم اساسي. وافضل ان النشاط يبقى وقت ما بنطلع احنا وقاعدين في النادي مثلا، حتى لو هنغير البيت احنا وقاعدين عند تيتا مثلا او قاعدين عند خالته نمارس النشاط، هيبقى استيعابه او استجابته للنشاط بشكل افضل. المطبخ، لو هتعملي كيكه مثلا او هتعملي بيتزا قولي لهم طب ما تيجوا نعملها سوا، يلا نعملها سوا، ايه رايكم تساعدوني نعمل النهارده كاب كيك او نعمل النهارده كيكه او نعمل النهارده بيتزا، هيفرحوا جدا وانتي هتستمتعي بالوقت جدا معاهم، وانتي وشغاله معاهم هتقولي لهم اهو ده الدقيق، احنا بنعمل في الدقيق كذا، لا دي صلصه، الصلصه بتتعمل بالطريقه دي، لا دي كذا، تبداي تشرحي لهم، تبداي توضحي لهم ان الحاجه دي بتتعمل كده وبتتعمل كده، هيكتسب معلومه وهيقضي وقت ممتع معاكي وهيضيف لنفسه معلومات وخبرات كتيرة عن الموضوع.
ولحد هنا انا خلصت فيديو النهارده، وطبعا لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتركوا في القناه ونوروني، والسلام عليكم.